بص يا سيدي، انت اول ما هتنزل الابليكيشن هيطلع لك بالمنظر ده اللي انتوا شايفينه كده. خلاص، هتقول له مثلا اختار، ركزوا معايا اهو، اختار الماركه، هتقوم دايس هنا كده هيطلع لك كل ماركات العربيات. عايزيننا نجيب ايه كمثال؟ كمثال نجيب مثلا الفيات مثلا اهو. خلاص، بعد كده الموديل تيبو. خلاص، بعد كده بلد الإقامة، أنت عايش فين؟ يعني سوري، الإقامة بتاعتك إيه؟ أنا آسف، الإقامة بتاعتك مثلا أسبانيا، ولا خلينا نشوف هي خليج مثلا، ناخد دولة من الخليج، نكتب هنا في البحث مثلا السعودية أهي، المملكة العربية السعودية. خلاص، وبعدين اختار محرك بنزين، سعة المحرك من 1000 ل 1600. بلد المنشأ بقى دي بتاعة العربية، انتوا مركزين معايا؟ يعني العربية دي ايه؟ طبعا العربية دي ايطالي، نكتب مثلا اوروبي، عايزين نقول مثلا اسبانيا مثلا، اي بلد اوروبي وخلاص. والعربيه مستعمله مش جديده. انت الملك الاول؟ لا، لان العربيه مستعمله. اختار سنه الصنع 2019. خلاص، احنا كده تقريبا اهو كل حاجه اهي تقريبا اخترناها. بعد كده هنقول احسب الرسوم. طلع لي اهو الرسوم 11420 دولار، وكاتب لك تحت اهي عربيه فيات سنه الصنع 2019. خلاص، وانت بلد فين هو المفروض بلد الاستيراد، مش هو حاسب لك على ان بلد الاستيراد طبعا اللي انت مقيم فيها، لكن انت جايب العربيه من بلد تانية. بعد كده بتدوس هنا بقى، بص بتدوس هنا ابدأ الطلب. كده انت هتبتدي بقى، هتخش هنا هتسجل، وهيطلب منك شوية اوراق ترفقها وترفعها. خلاص، وبعد كده يبعت لك هو الموافقة على الميل. لان انت بص، انت مجرد ما تدوس ابدأ الطلب هيقول لك بريد الكتروني وكلمة سر. خلاص، تسجيل دخول، اتصل بنا، انشئ حساب جديد. طبعا احنا هننشئ حساب جديد. خلاص، نرجع لورا، تعالوا نجرب مثلا بلد الإقامة نخليها أسبانيا، يعني بلد الإقامة أسبانيا وبلد المنشأ أسبانيا. تعالوا نشوف. بيقول لك هل تريد تطبيق الاتفاقية على احنا نسينا ندوس على ده على فكرة. بص 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 بص، انت لو هتجيب من أوروبا العربية. طب أنا عايز نرجع معلش تاني، خليكم معايا، لأن أنا ما كنتش دايس على هل تريد تطبيق الاتفاقية على هذه السيارة، ما كناش معلمين عليها. تعالوا نجيب بالسعودية تاني، نكتب هنا كده المملكة العربية السعودية. واحسب الرسوم، هي طيب لو قلنا بلد المنشأ، سوري البلد، اختار البلد دي هنخليها مثلا اسبانيا، وهنيجي هنا مثلا بلد المنشأ نحطها مثلا الأردن. شوف هتفرق ولا لا. ما فرقتش. طيب يبقى ده كده من الآخر هتفرق فين؟ لو بلد الإقامة أسبانيا وبلد المنشأ يعني أوروبا، من الآخر يعني بلد المنشأ أوروبا وبلد الإقامة أوروبا، هتيجي تحسب الرسوم هتلاقيها 3000 وشويه، هتلاقي رسوم قليله. ده معناه ان هو هنا خصم ضريبه الوارد. ده معناه كده ان هو خصم ضريبه الوارد، يبقى عمل ضريبه الوارد بزيرو. ودي انا شايفها خطوه ممتازه جدا، يعني اللي حصل ده حاجه كويسه. عايزين نجرب عربيه تانية مثلا، تعالوا نشوف حاجه بعيده عن اوروبا خالص، مثلا تويوتا، العربيه اللي انتوا بتحبوها قوي دي، تويوتا كورولا.
ماشي. المحرك بيقول لك لو عايز المحرك مثلا ايه، بنزين كهرباء ولا بنزين بس؟ طبعا بنزين. ماشي. اختار السعة لغاية 1600. سيارة مستعملة، ولا انا مش الملك الاول. خلاص. كان في موديل باين. سعة المحرك خلاص. محرك بنزين خلاص. خليكم معايا علشان انا برضو اهو سنة الصنع 2019. خلاص. هم معلمين على الاتفاقية اهو، وهندوس كده. طب والله، طب ما الدنيا جميلة يا جدعان. خلي بالك بقى، ده برضو لو انت في اوروبا يعني لو انت في اوروبا وهتجيب تويوتا كرولا هتدفع لها 2918 دولار وديعة. طيب لو انا بلد الاقامة بتاعتي الامارات مثلا، الامارات، انا مقيم في الامارات وهجيب العربية من اوروبا. تعال نحسب بقى الرسوم. بص بقت كام؟ 10363 دولار. زي ما انا كنت حسبتها لكم قبل كده. انا كنت قلت لكم تقريبا هتعمل 11000 دولار، نفس ما انا قلت. انما من الاخر هينفع. يعني لو انت في الخليج وعايز تستورد من اوروبا هينفع، ولو انت في الخليج وعايز تستورد من الخليج، يعني انت في الامارات، تعال نشوف كده. لو انت في الامارات وعايز تستوردها من الامارات نفس الرقم. طيب الابليكيشن تاني اهو. الابليكيشن اسمه اهو سيارات المصريين بالخارج. ابليكيشن خلاص نزل. عشان الناس اللي كانت بتسأل، الابليكيشن اهو نزل، سيارات المصريين بالخارج. تعالوا نرجع بقى ايه، ارجعوا لي. بشكل كبير الكلام ده كويس، بشكل كبير. خلاص خلاص. يعني هو الابليكيشن نزل. بعد ما تملى الابليكيشن على فكرة تقدر تحط كذا عربية. يعني مش يعني انت تقدر تطلب عربية ليك وعربية للمدام وعربية للولد وعربية للبنت، وبعد كده تعمل كل دول في طلب واحد. خلاص. وكاتب لك كمان خطوات استيراد سيارة من الخارج. هوريكم برضو دي مهمة برضو. معلش انا اسف والله، بس اي حاجة مهمة لازم اوريها لكم. هو في نفس الابليكيشن مكتوب خطوات استيراد سيارة من الخارج، في 4 خطوات. اختار تفاصيل السيارة واعرف الرسوم. بعد كده سجل حساب جديد ودخل بياناتك الشخصية. بعد كده حول الرسوم الى الحساب البنكي الخاص بوزارة المالية اللي هو هيقول لك عليه برضه. بعد كده اختار المستخلص ومبروك عليك. المستخلص اللي هيخرج لك يعني العربية. خلاص. وهو تقريبا اهو بيقول لك السيارات المضافة حديثا. هو كل شوية هيزود عربية. افترضنا، تعالوا بقى ارجعوا لي. افترضنا ان انت العربية اللي انت عايزها مش موجودة في الابليكيشن، هتعمل ايه؟ هتبعت العربية اللي انت عايزها، هتقوم اتصل بنا. خلاص. هيقوم مديلك الميل، هتبعت له العربية في خلال 3 ايام هيقوم ردد عليك بالتسعير، وهيقوم حاططها في السيارات المضافة حديثا. خلاص. فموضوع ما فيهوش اي مشكلة يعني. هل من وجهة نظرك بعد تطبيق خلاص القانون الجديد، هل ده هيساعد في ضبط السوق في مصر؟